وما كانتش طبيعية أبدا. عينيها لونها أحمر كأنها دم، ووشها كله دم. وقفت قدامي وقالت لي: فين بنتي؟ اتسمرت مكاني ومعرفتش أقول كلمة واحدة من الصدمة. من خوفي شاورت لها على مكان بعيد على أمل تمشي وتسيبني بعيد، وفعلا مشيت ومبقتش شايفاها قدامي. كنت مرعوبة من فكرة إنها ممكن تطلع لي تاني، عشان كده جريت بأعلى سرعة ليا. في اللحظة دي عقلي ما كانش عنده قدرة على التفكير في أي حاجة غير إن ألاقي أي حد يساعدني. وبعدها سمعت صوت صريخ الست دي جاي من بعيد، وبعد كده ما كنتش فاكرة أي حاجة. وأما فتحت عيني عرفت إن جاري لقاني مغمى عليا على الأرض فجابني للبيت. وعرفت منه إن سنة 1998 كان في واحدة عندها 32 سنة اسمها منى، وعندها بنت عندها 10 سنين كانت بتروح المدرسة اللي أنا فيها. وفي يوم وهي بتلعب مع صاحبتها عملت حادثة وماتت. مامتها ما قدرتش تتحمل الخبر فوقفت على سطح المدرسة ورمت نفسها. وبعد كده اتشاف شبح منى في المدرسة والمنطقة اللي حواليها وهي بتدور وبتسأل على بنتها. أنا بقيت مرعوبة من اليوم ده، وبقيت بخاف أروح المدرسة لوحدي بالليل.